بالإضافة للكلام اللي قلناه عن الأبريتشر وفتحة العدسة وكمية الضوء اللي بتخش من خلال فتحة العدسة أثناء التصوير، الأبريتشر أو فتحة العدسة كمان بتأثر على حاجة تانية اسمها الديبس أوف فيلد أو العمق بتاع الفيلد بتاع الصورة. طب معناه إيه العمق بتاع الصورة؟ معناه قد إيه عندنا في الصورة موجود في الفوكس أو موجود عليه الفوكس أو التركيز بتاع الكاميرا. احنا شايفين دلوقتي قدامنا ان الفوكس موجود على الفانوس بس ومش موجود على الخلفية. دلوقتي احنا عندنا الابريتشر 5، تمام؟ فعشان كده الفوكس موجود على الفور جراوند بس. فاحنا بنقول دلوقتي ان العمق بتاع الصورة او الديبس اوف فيلد دلوقتي ضيق جدا او صغير جدا. بنقول حتى عليها اسمها shallow depths of field، يعني depths of field ضيق او depths of field يعني مش عميق جدا. انا بالنسبة لي كل ما ازود الاف نمبر او اقلل فتحة العدسة، كل ما الديبس اوف فيلد او النسبة اللي موجودة من الصورة في الفوكس بتزيد معايا. معناه ايه بقى الكلام الكتير ده عشان ابتدينا نتلخبط دلوقتي؟ خلاص الاف نمبر بتاعتنا دلوقتي 5، معناها ان فتحة العدسة كبيرة نسبيا الى حد ما. فانا عندي يعتبر اللي موجود في الفوكس في الصورة هو الفور جراوند بس زي ما احنا شايفين. هناخد دلوقتي صورة لايف ونشوف ايه اللي هيحصل. زي ما احنا شايفين هتظهر دلوقتي على الشاشة بقى ايه الصورة، تمام؟ طيب لو احنا زودنا دلوقتي الاف نمبر بدل ما هي 5 هنزودها مثلا هنخليها 11 وناخد صورة على الاعدادات دي ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا احنا شايفين دلوقتي ان الباك جراوند عندنا ابتدت التفاصيل بتاعتها تظهر شوية. فانا عندي بدل ما كان الديبس اوف فيلد عندي على الفانوس بس او العمق بتاع الصورة في فوكس على الفانوس بس او الفور جراوند بس، لا، ابتدى ان نسبة او الجزء من الصورة اللي يبقى فيه فوكس بيزيد معايا. فكده الباك جراوند عندي ابتدت كمان تخش في الكادر بتاعي اللي فيه فوكس، وابتدى ان الجزء اللي متغطي من الصورة وفيه فوكس بيزيد معايا. هنزود كمان الاف نمبر ومعناه ان احنا هنقلل فتحة العدسة اكتر واكتر، وليكن مثلا 22 وناخد صورة على كده. زي ما احنا شايفين برضو ان الخلفية عندنا ابتدت تفاصيلها تظهر معايا اكتر واكتر، معناه ان العمق بتاع الصورة او الديبس اوف فيلد ابتدى يزيد عندي. ومعناه ان التفاصيل بتاعة الصورة عموما الكادر بتاع الصورة اللي فيه فوكس ابتدى يزيد معايا. فهل ده احسن ولا يعني اوحش؟ ده بيتوقف على حسب الصورة اللي انت بتصورها، وعلى حسب مثلا اذا كانت هي صوره بورتريه ولا صوره لللاندسكيب. يعني صوره مثلا انت عايز تصور فيها شخص او تصور فيها اوبجكت زي اللي احنا بنصوره دلوقتي، فالافضل ليك ان انت طبعا تستعمل عدسه الاف نمبر بتاعها يعتبر قليل جدا. طبعا مش 5، يعني ممكن كمان لو 1.8 او 1.2 كمان. كل ما يكون التفاصيل بتاعه الاوبجكت معاك واضحه جدا جدا، وكل ما الخلفيه معاك تبقى بلورد او تفاصيلها مش واضحه، فده بيخلي الصوره معاك اجمل، وان الاوبجكت اللي انت بتصوره بيبقى فيه الفوكس اكتر وبتبقى الصوره احسن من لو انت استعملت الاف نمبر يبقى عالي وكل الكادر بتاع الصوره بتاعك يبقى ان فوكس، تمام؟ لكن لو انت بتصور مثلا صوره لاندسكيب، انت كده عايز كل التفاصيل بتاعه الصوره من اليمين للشمال ومن فوق لتحت كله يبقى معاك ان فوكس، مش عايز بس الفور جراوند هو اللي يبقى ان فوكس. ده في حاله طبعا لو انت بتصور صوره لاندسكيب، يعني صوره مثلا لجنينه حديقه مثلا، صوره مثلا لمبنى كبير، صوره مثلا للسماء. لازم انت تستعمل طبعا الاف نمبر يبقى عالي شويه او فتحه العدسه بتبقى قليله. الحاجة التانية عندنا هي الفوكال لينس. قلنا ان الفوكال لينس دلوقتي كل ما بيزيد عندي كل ما الديبس اوف فيلد عندي بيقل. احنا عندنا دلوقتي بنتصور عند 18 ملي، الفوكال لينس 18 ملي. فشايفين طبعا ان معظم الصورة عندنا الديبس اوف فيلد عندي يعتبر واسع او كبير. معظم الصورة عندي تعتبر ان فوكس او شارب، مفيش فيها اي بلور الا شوية بس خفيفة، يعني فوق شوية او على الاجناب شوية. بمجرد ما انا ازود الفوكال لينس بلاقي عندي ان الدبس اوف فيلد عندي هيبدأ يقل.
يعني عندي تقريبا الحتة دي الجزء ده بس هو اللي شارب او فيه تفاصيل، وابتدى عندي الجوانب بتاعة الصورة تبقى بلورد. معناه ايه؟ معناه ان انا عشان خاطر زودت الفوكال لينس، الدبس اوف فيلد او المنطقة المفروض يبقى فيها التفاصيل شارب او التفاصيل فيها واضحة ابتدت تقل عندي. بدل ما كانت في الاول خالص عندي واسعة ومغطية معظم الصورة، لا دلوقتي عندي بقت واخدة مساحة صغيرة من الصورة. لو زودت اكتر واكتر زي ما احنا شايفين دلوقتي، خلاص الدبس اوف فيلد عندي بقى ضيق جدا، يعتبر بس الجزء ده كده اللي هو عرض الفانوس بس. هنا المثال بتاع المسافة ما بين الاوبجكت اللي انا بصوره والكاميرا. كل طبعا ما الاوبجكت بيبقى قريب من الكاميرا كل ما يبقى فيه الدبس اوف فيلد يعتبر صغير. الدبس اوف فيلد ده هنا يعني في الفيديو اللي احنا شايفينه دلوقتي يعتبر المسافة اللي هي ظاهر فيها التفاصيل ان فوكس، وهو يعتبر العرض بتاع الفانوس بس. شايفين احنا بعد الفانوس على طول يعتبر كل الخلفية بلورد، كل الخلفية كده قدامنا بلورد زي ما احنا شايفين كده، مفيش فيها اي تفاصيل واضحة. لكن لما ابعد الكاميرا او ابعد الجسم اللي انا بصوره عن الكاميرا زي ما احنا شايفين دلوقتي، يعتبر الدبس اوف فيلدز عندنا زاد جدا. يعني كل يعتبر الخلفيه ابتدت انها تظهر معايا بما فيها كمان الاوبجكت اللي انا بصوره، فكده الدبس اوف فيلد بتاعي بقى واسع جدا.